الكلام في النتائج ولا في الكلام اللي لا سيبك من النتائج بقى دلوقتي. لا كلام ضياء انه سيحدث تغييرات، يعني انا شخصيا اشك في ده كثيرا، لانه انا اذكرك ذات مره لما كان الاستاذ جلال عارف والاستاذ صلاح منتصر حين لم ينجح مرشح الدوله ونجح مرشح التيار المستقل هو الاستاذ جلال عارف، لم يحدث تغيير كبير، يعني ان فكره ان انتخابات النقابه سوف تنعكس على المؤسسات القوميه لا اظن ذلك بالمره. يعني ده نسميه مثلا بالبلدي كده شطط؟ لا مش عايز اقول شطط، ده تفاؤل، يعني ده تفاؤل، لكن انا عايز اقول لو قارنا اصوات المره دي اليوم واصوات يوم الاحد الماضي كان 3000 الذين ذهبوا للتصويت، اليوم الذين ذهبوا 3980. تمام. المشكله في المره السابقه ان جمهور الاستاذ مكرم كانوا واثقين انه متاكدين انه سيفوز، وان ضياء في افضل الاحوال لن يحصل الا على 400 500 صوت، صحيح. وبالتالي تكاسلوا، فهم ذهبوا اليوم. يعني انا مش شايف انه في حاجه غير مسبوقه في انتخابات نقابه الصحفيين. ما حدث اليوم يحدث كل سنتين، حتى على مستوى النتائج. الاستاذ مكرم ناجح بحوالي 63%، وده اظن دي النتيجه المتبعه دائما في مقعد النقيب. لا يعني انا ذات مره. ايه الجديد اللي انت شايفه؟ ايه الجديد هذه المره؟ ايه الجديد هذه المره؟ لا ارى جديدا غير شيء واحد، اللي وهو انه باستمرار العلاقه بين الصحفيين والدوله فيها خطوط حمراء، ومن يتجاوز الخطوط الحمراء يردعه الاخر. اذا تجاوز الصحفيون الخطوط الحمراء بتتدخل الدوله، واذا تجاوزت الدوله الخطوط الحمراء ايضا الصحفيين بيبينوا لهم العين الحمراء. الذي حدث انه الصحفيون في ظل تهافت المرتبات وتهافت الخدمات ينتظرون كل انتخابات لاصلاح اوضاعهم الماليه واوضاعهم الاداريه. هذه المره وحل مشكلتهم، وده عقد غير مكتوب. هذه المره في الجوله الاولى تكاسل الاستاذ الدكتور احمد نظيف وتباطأ الاستاذ الدكتور يوسف بطرس غالي في حل مشاكل الصحفيين، فكان الرد الواضح والصريح ضياء رشوان انتم بتقولوا عليه اخوان مسلمين، هنجيب لكم ضياء رشوان. انتم مش عاجبكم مكرم ومش عايزين تساندوه، يعني مش عايزين تحلوا لنا مشاكلنا، اتفضلوا هنجيب لكم ضياء رشوان اللي انتم شايفينه انه اخوان مسلمين. يعني ضياء ساهم بصوره غير مباشره، مش كده؟ اللي انا اقصده في حل مشاكل. مش ساهم، يعني انا باستمرار من انصار انه هناك مرشح دائما للدولة ينبغي أن يكون أمامه مرشح ومرشح قوي، لأن غير ذلك لن تكون هناك معركة انتخابية، وغير ذلك لن يحصل الصحفيون على أي شيء من الدولة بوضوح شديد جدا. وفكرة أن نقيب الصحفيين يأتي وينجح ب 90% و80%، أنا بتصور أن ده عيب في حق الصحفيين عيب في أي مجتمع ديمقراطي. وعشان كده أنا سعيد جدا بنتيجة يوم الأحد الماضي، سعيد بها للغاية. والنهارده برضه اليوم انا سعيد. اليوم مكرم محمد احمد انتصر، ضياء رشوان انتصر، الجموع الصحفيين انتصر. يعني انا شايف ان هذه المعركه اليوم ليس هناك فيها منهزم، لا استطيع ان اقول، لا يمكن ان اقول ان ضياء رشوان انهزم. احنا كسبنا ولا نعم احنا كسبنا، احنا كصحفيين. مفروض ده هيتوقف على العامين القادمين. الأستاذ مكرم محمد أحمد وعد ببرنامج، والبرنامج الذي وعد به طرف أساسي فيه الدولة، ولا بد أن نساهم معه، أن يساهم المجلس، لأن المجلس فيه مشكلة، المجلس مفكك، المجلس غير متعاون، وأتصور أن هذا المجلس هو اللي أضعف أداء الأستاذ مكرم في العامين الماضيين قياسا على دوراته السابقة. تمام. هذا المجلس مكرم محمد أحمد ومكرم محمد أحمد. لكن المشكلة أنت بإزاء مجلس ناس قاعدين ماسكين ورق على بعض وقاعدين يتخانقوا وقاعدين عايزين يودوا بعض القضاء والحواديت اياها ديت، فدول لازم تصار بصوره اساسيه. دول كفيلين انهم يوقعوا اي نقيب. لو ضياء رشوان نجح يعني مع انت خايف بتشكيل، مش بتشكيل، بتربيطه المجلس دلوقتي، تكوينه المجلس. لابد للاستاذ مكرم ان يجلس مع مجلسه ويعيد تشكيله لكي نرى مجلسا متماسك، وإلا لن ينجح.
ولو جاء ضياء رشوان مع هذا المجلس لن ينجح، ولو جاء ملاك من السماء. يبقى المشكله دلوقتي ما بقتش في النقيب. يا سيدي الفاضل، المشكله عندي ليست في النقيب. النقيب الصحفيين هو رجل صحفي محترف بقاله اكثر من 50 سنه، يعرف قضايا الصحفيين جيدا، يعرفها بتفاصيلها، وحريص على حريه الصحافه، حريص على ان لا يكون هناك حبس، حريص على ان يكون هناك قانون للمعلومات، حريص على حل مشاكل وخدمات الصحفيين. المشكلة أن المجلس، أقولها بوضوح، ليس على هذا القدر من المسؤولية. المجلس الحالي، وبالتالي أنا أطالب النقيب. نعم، ما بيحبوش بعض، ما بيحبوش بعض وكارهين بعض. يعني أنا حتى الآن أطالب الأستاذ مكرم أن يقعد. أنا إلى الآن لا أفهم ابتعاد يحيى قلاش عن المجلس، لا أفهم له سبب. أنا شايف جمال فهمي واخد جنب نوعا ما، الأستاذ محمد عبد القدوس ساحب ميكروفونه وماشي في سكته مش مع المجلس. الآخرين احنا عارفينهم. وصل إن في هذا المجلس يا أخي إن عضو يشيل شومة ويقف ورا الباب طبعا يوم عقد المؤتمر بتاع حريه الاديان، ومع ذلك لم يتخذ اجراء معه، وناس تلبس ترنج وتمشي، وناس تلبس ترنج وتتمشى. هذا منظر لا يليق. وبالتالي انا اولا اطالب الاستاذ مكرم والاستاذ ضياء رشوان. الان مكرم محمد احمد هو ناقبنا، وهو ناقبنا الشرعي، له كل الاحترام وله كل المسانده. يجب ان تبدا المسانده من نقيب الظل. ضياء رشوان لا ينبغي ان يبتعد، لا هو ولا انصاره، هو نقيب الظل، ينبغي ان يتعاون مع النقيب. 2 على السيد النقيب. ازاي يتعامل مع النقيب؟ بس هاخد يتعاون. لازم توضح لي انت دي بخبرتك. بس هاخد دي بعد الفاصل. حته يتعاون دي مهمه قوي. اذا الاستاذ مكرم محمد احمد نقيبا للصحفيين 2419 صوت، الاستاذ ضياء رشوان 1561 صوت. مبروك للاثنين، والاستاذ مكرم محمد احمد ومبروك للاستاذ ضياء رشوان. فاصل وصفحاتنا لسه مفتوحه، وكاتبنا الكبير الاستاذ حلمي النمنم، ورغبه في التعاون بين مكرم محمد احمد وبين ضياء رشوان.